باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد آمين. وأحب أن أنا أبدأ معاكم سلسلة من سفر الأمثال. الحقيقة سفر الأمثال مملوء بكلمات حكيمة مفيدة جدا جدا للحياة العملية. المسيحي في الحياة المعاصرة المجتمع بيحركه أو بيأثر عليه. يعني إيه اللي يحمي الإنسان من تأثير المجتمع بدل ما يلاقي نفسه مضطر يمشي في طريق غصب عنه؟ إزاي الواحد يتصرف؟ كيف يبدأ أمرا؟ آية جميلة قوي ناس بعتوها لي علشان تكون موضوع لنهضة عندهم. آية عجبتني قوي ومعانيها جميلة، لقيت فيها حكمة لطيفة تخلي الواحد فعلا محتاج إنه يعرف هذه الحكمة. يعني في أمثال 4:26 يقول إيه؟ يقول مهد سبيل رجلك فتثبت كل طرقك. خلي بالكوا كلام يبدو صعب لكن مهم الحقيقة، وأنا كعادتي بحب أبسط. يعني مهد سبيل رجلك فتثبت كل طرقك. قعدت أفكر فيها. الآية دي آية جميلة قوي، فعلا بتركز على 3 حاجات. الحاجة الأولانية البداية والاهتمام بالبداية. مهد سبيل رجلك، لو ابتديت تمهد هتثبت ايه؟ كل طرقك. فالبداية مهمة جدا. كيف تبدأ؟ أمر بسيط أو كبير، مشروع صغير ولا كبير، علاقة بسيطة ولا شاملة، أي حاجة. يعني أي حاجة هتبتديها مهد سبيل رجلك فتثبت كل طرقك. دايما المتاعب تيجي من عدم الاهتمام بالأمور الايه؟ الصغيرة. اللي ما يهتمش بالأمور الصغيرة تبص تلاقيها ايه؟ الحكاية كبرت وبقى في عوائق كثيرة ومتاعب كثيرة. فيقول مهد سبيل رجلك، ابتدي صح. ومعناها كمان ان الانسان يحسب المسألة، مش يحط رجله في اي حتة. لازم يفكر هيحط رجله فين، هيعمل ايه. كل الطرق بعد كده تثبت للإنسان اللي بدأ بأول ايه؟ خطوة بتدقيق. التدقيق في أول خطوة، بحيث لو الخطوة دي مشيت صح هتلاقي الطرق كلها ايه؟ لك تثبت كل طرقك. تهتم بالبداية تحسن النهاية. بصراحة ده ملخص حياة الإنسان كله. احنا بنهمل في بدايات صغيرة فالإنسان ايه؟ طرقه تتعب. يعني الحضانة أهم من الجامعة. الحضانة دي البداية. اللي هيتعلمه في الحضانة هيخليه يثبت في الايه؟ في الجامعة، وبعد كده العمل، وبعد كده أي حاجة. يعني حد ياخد العيال لهم حاجة.
يعني عايز أقول إيه؟ البداية مهمة. قس على ذلك بقى سفر الأمثال سفر مملوء حكمة، كله حكم كده، يديك النتيجة اللي انت تتمناها ويعرفك كيف تصل إلى إيه؟ إلى هذه النتيجة. جميلة جدا الحقيقة. سفر الأمثال بقى مليان حاجات زي كده. يعني احنا قلنا أول حاجة البداية، بداية مهمة عشان تضمن نهاية صح ثابتة. لازم تحسن تمهيد الايه؟ البداية. مهد لرجلك سبيل رجلك فتثبت كل طرقك. الحاجة التانية، الآية دي بتعلمنا ان الواحد يبص بعينه مش يمشي عمياني. يقول لك الحكيم عيناه في وسط رأسه، أما الجاهل فيمشي في الظلمة. الجاهل ماشي في الضلمة مش شايف حاجة، أما الحكيم فيمشي عينيه إيه؟ في وسط رأسه. ومن هنا تبقى البداية أهم كتير من الإيه؟ من النهاية. إذا أحسنت البداية تثبت النهاية، وإن لم تحسن البداية هتضيع النهاية. الحاجة الثالثة المهمة إن الحكاية تبدأ بإيه؟ بخطوة. مهد سبيل رجلك، يعني أول خطوة. عشان كده المثل يقول مشوار 20,000 ميل يبدأ خطوة. حين تبدأ بخطوة تصل إلى 20,000 ميل. ولذلك وجدت أن الحكم دي جميلة، يعني فعلا عملية، لأن المبادئ حلوة لكن كيف ننفذ المبادئ؟ الحقيقة الأمثال 3 أنواع، مش سفر الأمثال بقى، أنا خدت كلمة الأمثال بس. سفر الأمثال كله بقى زي ما قلت كده، مهد سبيل رجلك فتثبت كل طرقك، تأمل النملة أيها الكسلان، حاجات زي كده يعني. فكلها حكم كويسة يعني. لكن في نوع تاني من الأمثال قالوا السيد المسيح له المجد، دي تشبيهات. يقول لك يشبه ملكوت السماوات. تشبيهات، يقدم فكر ربنا بس من خلال ايه؟ مثل. زي مثل وكيل الظلم اللي خد مال سيده واداه للناس. ربنا يسوع قال اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم، اللي هو نصيب ربنا في مالي، اللي لو ظلمت الناس ان انا ما اديهولهمش، لو ما اديتش المال بتاع ربنا اللي في مالي للفقراء وللكنيسة يبقى ظلمتهم. عشان كده سمي وكيل الظلم وسيده مدحه لأنه بحكمة ايه؟ قد صنع. دي أمثال السيد المسيح. فيبقى دول نوعين. سفر الأمثال الحكم زي اللي أنا قلتها دي، وهنبتدي بنعمة ربنا ناخد يعني شوية حاجات. وأمثال السيد المسيح دي تشبيهات للملكوت وفكر ربنا، بينقل فكر ربنا بس من خلال إيه؟ مثل. ومثل يكون معروف عند الناس يعني. وفي الأمثال الشعبية، ودي برضو قريبة من الحقيقة، بتقدم تلخيص لموقف. يعني مثلا يقول لك الجعان يحلم بسوء العيش، يعني الحاجة اللي مسيطرة عليك تشوفها حتى بالليل، يعني وانت نايم تفكر فيه، مش كده؟ وهكذا بقى في أمثال شعبية كثيرة وبرضو فيها حكم. يعني يقول لك ما تجيش المصايب
أنتوا حافظين الحاجات دي. يعني حاجات مش متوقعة أنها تحصل يعني، لأن المحبة تمنع حدوث مثل هذه المصايب. لكن ساعات العشم بقى والعين عليها نقطة فتبقى إيه يعني. فالأمثال 3 أنواع: أمثال الشعبية اللي الناس حافظاها دي، وبرضو يعني مثل لاقيني ولا تغديني، ده مثل جميل قوي لطيف. الملاقاة أهم كثير من الأكل، يعني المشاعر أهم من الطعام. ده الأمثال الشعبية، ده نوع. أمثال السيد المسيح ده تشبيهات سماوية، شبهها بحاجات الناس تعرفها وعايشة فيها عشان يقرب لهم المفهوم. وسفر الأمثال بقى ده الحكم اللي تخلي الإنسان يفهم كيف يبدأ، يتعلم إزاي، كيف يسلك. وسفر الأمثال الحقيقة بقى رائع. احنا إن شاء الله هنعمل كلاسيفيكيشن أو تقسيم للسفر، سفر الأمثال، بحيث نقسمه موضوعات، بحيث ناخد موضوع في عدة آيات، زي ما تاخد بقى كل موضوع في عدة آيات. يعني مثلا موضوع الكسل، في آيات كتير قوي عن الكسل، والكسل ده مشكلة. وإيه الفرق بين الكسل والتراخي والتواني؟ مش التواني اللي بيلبسوها دي اسمها التني، لكن التواني ده تبع الكسل والتراخي والحاجات دي يعني. أهمية سفر الأمثال، طبعا احنا عارفين انه سفر موحى به من الله، مش كده؟ يعني الروح القدس اللي قاله. وسمي سليمان الحكيم لأنه كتب سفر الحكمة، حكمة سليمان، وكتب سفر الأمثال كلها حكم برضو، وسفر نشيد الأناشيد، وده فيه حكمة عالية جدا بعض الناس الجسديين ما بيقدروش يفهموها كويس. الإنسان المؤمن إن لم يكن إنسان صالح في حياته، إيمانه يبقى نظري. ودايما يقول الإيمان بدون أعمال ميت. فعشان الإنسان يكون أعماله ماشية مع إيمانه، سفر الأمثال ده بقى بيقدم لك كيف تعمل، كيف تقابل المواقف. وزي ما قلت بقى في كل أنواع الحياة اللي ممكن تهم الإنسان في كل الأمور. أستعير قول القديس البابا أثناسيوس الرسولي اللي بيربط بين السلوك الصالح والإيمان الحقيقي المستقيم. فيقول إيه؟ الإيمان والصلاح ينتميان لبعضهما البعض. الإيمان والإيه؟ والصلاح. أن تكون مؤمن ده شيء جميل، بس يجب طالما أنت مؤمن يجب أن تكون إيه؟ صالح. وإن لم تكن صالح فإيمانك إيه؟ غير صالح، مش كده؟ يعني غير صالح للحياة، مش عايش بيه يعني. الإيمان والصلاح ينتميان لبعضهما البعض، إنهما أختان، شبههم باتنين إخوات يعني. من يؤمن بالله فهو صالح. ينبغي اللي يؤمن بربنا يبقى إيه؟ يبقى صالح. ومن هو صالح يبقى مؤمن بالأكثر. لذلك اهتم بأن تكون صالح. قول جميل للبابا أثناسيوس يعلمنا إن الإنسان طالما هو يحيا في الإيمان يبقى يحول الإيمان إلى إيه؟ إلى حياة يمارسها
في حياته. الآباء اهتموا جدا بسفر الأمثال لأن السفر بيقدم حلول لكل المشاكل، بمعنى إنه يكشف لك الطريق، يعني يوري لك السكة تمشي إزاي يعني. ودي نقطة جميلة. ويقول يرى الآباء في هذا السفر خبرات بشرية صالحة، يعني الإنسان يشوف خبرة عملية حلوة يعني يعيش بيها. ودائما نسمي الروح القدس روح الحكمة، مش كده؟ والمسيح نسميه ايه؟ أقنوم الحكمة. روح الحكمة، أقنوم الحكمة. ينبغي أن يكون الإنسان حكيما، وطالما روح الله في الإنسان ينبغي أن يكون إنسان حكيم، يعرف كيف يسلك وكيف يعيش. فعشان كده أنا حبيت في السلسلة اللي هناخدها دي نقدم خبرات حية، قيمة حياة الإنسان في الخبرة. لو إنسان عنده خبرة يفيد غيره. عشان كده الكبار يفيدوا الصغيرين بالخبرة. وساعات لما يعرضوا شغل يقول لك عايزين واحد خبرة 20 سنة في المجال ده، فيكون عارف حاجات مش كل الناس تعرفها. بيحددوا عدد السنوات لأنه بيتبوأ مكان معين أو مكانة معينة يقدر يؤدي دور معين. فسفر الأمثال هيدينا خبرات جميلة، خصوصا لما نقسمه بقى. يعني مثلا تشوف ايه العيوب اللي موجودة وناخد العيوب دي وعلاجها في آيات جميلة من سفر الأمثال. المثل يعني المثل اللي أنا قلته ده: مهد سبيل رجلك فتثبت كل طرقك. مثل عبارة عن 6 كلمات لكن منهج حياة، مش كده؟ ما قل ودل، يعني ما قل وقدم دليل على فائدة في الحياة. انت عايز طرقك تبقى ثابتة وتثبت أقدامك، ابدأ صح. مهد سبيل رجلك فتثبت ايه؟ خطواتك. فتعريف الأمثال يعني اللي موجودة في سفر الأمثال هي عبارات قصيرة، 6 كلمات 10 كلمات، لكن يكونوا لك ايه؟ مبدأ له خبرة. مبدأ له خبرة. ويقارن بين أمور تبدو متعارضة عشان يبقى لك حرية الاختيار، يعني تختار ده ولا تختار ده. زي ما يقول مثلا: الحكيم عيناه في رأسه وأما الجاهل فيسلك في الظلمة. تحب تبقى كده ولا كده؟ الحكمة حاجة والجهل ايه؟ حاجة تاني. استخدام الأمثال في التعليم. آباء كتير قديسين استخدموا سفر الأمثال في التعليم لأنه بيلخص حالة ويعالجها. يعني الواحد بيترجى من العظة اللي يسمعها إنه يديله سكة يمشي فيها صح. فالمثل بيديك سكة، طريق تمشي فيه عشان توصل لمبدأ كويس يفيدك في حياتك. الأمثال أيضا تساعد الإنسان على إنه يمجد ربنا في حياته، يعني يعيش حياة مقدسة تفيده في حياته. كلمة مثل بتعبيرها العبري تشير إلى رمز معين، رمز معين
يفيد الإنسان في مسلك معين. يعني مثلا كثير من آيات سفر الأمثال تتكلم عن الحكمة، تقصد السيد المسيح نفسه، فيبقى سفر فيه نبوات عن المسيح برضو من خلال إيه؟ الحكم الموجودة. وهكذا يعني استخدام الأمثال يحتاج إلى حكمة أيضا عشان تشخيص الحالة وعلاجها. كمان في أمثال تحكي عن نوعيات من البشر. طبعا البشر أنواع كتير، في الغضوب وفي الهادي، في العصبي وفي المريح، في العاطفي وفي العقلاني، يعني البشر أنواع. فالأمثال كلها بتغطي أنواع البشر بحيث الإنسان يلاقي حاجة تناسب إيه؟ نوعه. وبرضه مهم إن الإنسان يقيم نفسه، يشوف هو من أي نوع، طبيعته إيه. يعني هل ممكن يجد في نفسه أمور معينة تفيد غيره ولا لأ؟ هو من أي نوع؟ إيه المسلك اللي يناسبه إلى آخره. الحكمة أيضا تشير باستمرار إلى مقولة نافعة مفيدة ممكن إنها تبقى محبوبة جدا للإنسان وتوري له علاج كان ممكن ما يلاقيهوش إطلاقا. ولذلك الكتاب المقدس هو كتاب يخص خلاص الإنسان ومملوء حكمة يتعلم منها الإنسان. فسفر الأمثال ده سفر الحكم اللي روح الله أرسلها للناس لكي يستفيدوا منها. كل مثل برضو له نوع. يعني عشان المقدمة دي خدت وقت، هاخد حتة الكسل في الأمثال. الكسل ده يعني كويس ان احنا خلصنا الأجازة الصيفية الحمد لله وانتهينا من الكسل، لكن نشوف مساوئ الكسل وازاي الإنسان بيقع فيه. إنسان كسول يعني ليزي يعني مش قابل للحركة، يعني ما يحبش يتحرك كتير ويحب يعمل كل حاجة من خلال آخرين، يعني قاعد وبيحرك إيه الآخرين. وده يعني نوع أو نمط من الشخصية متعب، لأنه مش عايز يعمل حاجة، ليزي يعني كسلان مش عايز يعمل حاجة، وبالتالي عدم حركته دي بتنعكس على إيه؟ على اللي حواليه، يعني يبقى متعب جدا لكل اللي حواليه. التكاسل هو رفض العمل، يعني ان الانسان يرفض انه يبذل جهدا، يعني عايز كل حاجة تجيله لغاية ايه؟ لغاية عنده، هو ما يروحش الحاجة خالص، كل حاجة تجيله لغاية عنده، نادرا ما يفعل شيئا، وده يبقى عبء على اللي حواليه. ودايما الفقر والكسل الاتنين قريبين من بعض او يؤدوا الى بعض. يعني الانسان العديم الحركة الذي يريد ان يجلس والكل يعمل حواليه، ده شخص ممكن يعدي المجتمع، يبقى المجتمع برضو كله ليزي او كسلان.
فرق كبير طبعا بين الكسل والتواني والتراخي. هنعرف معنى كل كلمة ونشوف العلاجات اللي سفر الأمثال قدمها لنا. الكسل يمثل حالة داخلية وقناعة شخصية. يعني واحد مقتنع ان عدم الحركة افضل، هو كده يعني اتبرمج كده، حاسس انه عدم الحركة افضل، فعشان كده يبقى بلا حركة او يتحرك حركة كسولة، معناها انه بيؤدي الشيء بعد وقته، يعني بعد وقته. يعني في فرق توقيت بينه وبين اللي حواليه، يعني في فكره، في حركته، في قضائه للأمور، كل حاجة بقى بطريقة يعني صعبة. فالإنسان الكسول، الكسل عنده قناعة داخلية يعني. طب والتراخي؟ التراخي تعبير عن عن السلوك، عن الفكر الداخلي بتاع الكسل. يعني واحد كسلان مقتنع انه ما يتحركش، فالتراخي ناتج عن فكر الكسل، انه حاجة داخلية ترجمت الى حركة خارجية. أمثال 6 3 آيات جمال قوي من 6 ل9 يقول: اذهب إلى النملة أيها الكسلان، تأمل طرقها وكن حكيما، التي ليس لها قائد ولا عريف أو متسلط، وتعد في الصيف طعامها وتجمع في الحصاد أكلها. إلى متى تنام أيها الكسلان؟ متى تنهض من نومك؟ دول 3 آيات في سفر الأمثال إصحاح 6 عدد من 6 ل9. اللي يلاحظ النمل يلاقيه دائم الحركة، مش كده؟ يمشي مجموعات مش فرادة، تلاقي خط كده ماشي، خط طويل، يعني ممكن يمشي أمتار يعني طويلة. وملهاش قائد، يعني قصدي كلها بتمشي في خط واحد يعني. ذهبي الفم بيعلق على ال3 آيات دول ويقول: لاحظ كيف أن كائنا أقل منك مملوء غيرة وساهر، لا تقل حشرة، لكن أفضل نصيحة في العمل أن تتأمل هذه الحشرة. يعني تأمل هذه الحشرة والحركة الدائبة. ولو موت نملة يشيلوها، ما يسيبوهاش، يشيلوها. يعني اللي بعدها يعني من مجموعة نمل يتكتفوا ويشيلوها. عشان كده يقول: تأمل النملة أيها الكسلان. تأمل يعني بص واعرف وشوف بتعمل تحرك ازاي، توصل لإيه. منظمة جدا، مملوءة حركة، لها هدف. 3 حاجات دول، 3 حاجات دول لو وجدوا في إنسان يعمل معجزات، يعمل حاجات كتير كويسة، خد بالك. ويتعاونوا مع بعض جدا. يعني الفرق بين أول واحدة وآخر واحدة ممكن تبقى 15 متر، لكن شايفاها من خلال اللي بعدها. فتلاقي النظام اللي هم ماشيين بيه والطريقة اللي بيتحركوا بيها لها هدف، وكلهم متعاونين مع بعض، ويقابلوا التغيرات أو الظروف الطارئة بسرعة.
يعني ممكن واحد يكون ماشي مثلا على نافيجيتور، عارفين نافيجيتور طبعا، الخريطة اللي بيمشوا بيها دلوقتي وبيرشد وكده، تاتش غلط يلخبطه كده. فالنمل لا، ما يتلخبطش، متبرمج صح ويمشي ورا بعضه بطريقة منظمة وهادفة. عشان كده احنا بينقصنا العمل معا كمجموع، لأن ما عندناش نظام وكل واحد مقتنع بفكره مش بفكر الآخر. فاللي يعمل حاجة التاني يهدها، لك لا 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 مش صح. فكل واحد له فكره، لكن كلهم النمل ده له فكر واحد وهدف واحد ونظام واحد. عشان كده ممكن يعملوا أي حاجة. ما تستهنش بحاجة صغيرة، لكن لو عدد كبير بحاجة صغيرة يعمل عمل كبير جدا. ساعات الناس تبني إمكانية العمل على منصب الشخص. يعني يقول لك منصب كبير يكتب أي حاجة تتنفذ، مش ده اللي ينظم. فاكرين لما قانون المرور طلع؟ ما فيش أسبوع وانتهى، ولد ميتا. ليه؟ لأن كل واحد له فكره. عشان كده يقول بقى سفر الأمثال كلمات جميلة جدا توافق بعض آيات في أماكن أخرى. يعني يقول لك شدد الأيادي المرتخية، العامل بيد رخوة يفتقر. العامل بيد رخوة يفتقر. الرخاوة لا تمسك صيدا. ما كانش الشخص ذكي وشغال لا يمسك صيدا. وحتى يقول الكتاب ملعون من يعمل عمل الرب برخاوة، ارتخت أيديهم عن العمل. طب هو التواني بقى؟ فهمنا الكسل والتراخي. طب هو التواني؟ التواني هي حالة الرفض التام للقيام بالعمل. يعني واحد ما عندوش رغبة يشتغل، يقدر يتحرك لكن مش عايز يتحرك. ولذلك التواني هو الحلقة الأخيرة من الكسل. الكسل يجيب تراخي، والتراخي يجيب تواني. فدي حالة بقى مستعصية زي ما بيقولوا. يعني قديس أغسطينوس بيقول كن متعقلا كالنملة. اعتبر النملة أكثر تعقلا من الإنسان، لأن النملة تمثل العقل المبرمج المنظم. تخزن في الصيف لئلا تجوع في الشتاء. والشتاء مقصود به هنا في المعنى الروحي يوم الدينونة. يعني دلوقتي أنا عامل حساب يوم الدينونة، فاللي يعمل حساب اليوم ده يمشي صح. عشان كده النملة تجمع في الصيف، عشان في الشتاء في بيات شتوي مش هتطلع، فيبقى عندها الأكل بتاعها موجود. ففي وقت للعمل لازم تحترمه. العامل بيد رخوة يفتقر، أما يد المجتهدين فتغني. دي أمثال 10 عدد 4. العامل بيد رخوة يعني بطيئة مش عايزة تشتغل، يفتقر. أما يد المجتهدين فتغني. من يجمع في الصيف فهو ابن عاقل،
ومن ينام في الحصاد فهو ابن مخزي. يعني تخيل الحصاد هو مش بيحصد، فالحصاد ده كله ايه؟ هيضيع. يعني فيه اللي يكسل عن الزراعة، وفيه اللي يتوانى عن الايه؟ عن الحصاد، والاتنين يوصلوا الى نتائج مش كويسة. وده اللي قاله القديس بولس الرسول بقى: تجنبوا كل أخ يسلك بلا ترتيب، ما يعملوش نظام مخالف. قالوا ده بقى تجنبوه، يعني ما تمشوش معاه. بلا ترتيب يعني بلا نظام، مالوش نظام معين. عشان كده لا يصلح أن يكون قدوة. والقديس يوحنا كاسياني يقول: يحشد الرسول كم هائل من اللوم على أي إنسان ممكن أن يسلك بلا نظام أو بلا ترتيب، وأن يعلق بذهن من حوله أن يتخلوا عنه عشان ما يمشوش وراه ويقلدوه. الرخاوة لا تمسك صيدا، أما ثروة الإنسان ففي الاجتهاد. دي أمثال 12:27. الرخاوة لا تمسك صيدا، أما ثروة الإنسان فهي في الاجتهاد. يعني في إنسان من الصفر ممكن يكون ثروة لأنه مجتهد، وأي إنسان مجتهد يحصد كثير من البركات روحيا أو جسديا. وفي أمثال 13:4 يقول: نفس الكسلان تشتهي ولا شيء لها، أما المجتهد فنفسه تسمن. أقولها تاني: نفس الكسلان تشتهي ولا شيء لها، أما نفس المجتهدين تسمن. تسمن يعني يبان عليها الأشياء اللي أخدتها. فالإنسان الكسلان يشتهي ولا يأخذ، يتمنى وما ياخدش حاجة لأنه كسلان لا يعمل باجتهاد. وفي تسالونيك الثانية برضو بولس الرسول يقول: إن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضا، اللي هو مبدأ من لا يعمل لا يأكل. واحد مرة راح الدير، كان لسه داخل الدير جديد، يعني داخل الدير بقى فاكر ايه؟ انه هيحبس نفسه ويصلي ويقرأ وبس، تطلع له جناحة بقى وكده. فأول يوم لقاهم عاملين له برنامج يروح يشتغل. لهم: لا لا لا، أنا مش جاي أشتغل، أنا سايب الشغل في الدنيا عشان أشتغل هنا. لا لا لا. فرئيس الدير قال لهم: سيبوه، مش مشكلة يعني، سيبوه، خش يا حبيبي صلي براحتك خالص خالص زي ما انت عايز. آخر النهار طلع يوحوح من الجوع، طبعا جعان. راح لرئيس الدير قال له: أما أكل الإخوة اليوم يا أبي؟ قال له: طبعا أكلوا. قال له: بس أنا ما أكلتش. قال له: أنت إنسان روحاني جاي تصلي، مش محتاج تاكل. الناس اللي عايزة تاكل بتشتغل، أنت رفضت الشغل. من لا يعمل لا يأكل. فعمل مطانية الرئيس الدير وقال له: أخطأت يا أبي، وابتدى يشتغل. عشان كده الرخاوة لا تمسك صيدا، أما ثروة الإنسان فهي في الاجتهاد. يقول: أبتهج أنا بكلامك كمن وجد غنائم وفيرة. يعني الإنسان لما يجتهد في الصلاة يلاقي نعمة غزيرة، ويلاقي فكر خصب ينفذه في حياته فيستفيد. في أمثال 22 يقول: أرأيت رجلا مجتهدا في عمله أمام الملوك يقف، لا يقف أمام الرعاع. يعني لأنه مجتهد فمستواه يبقى إيه؟ يبقى مش مع الرعاع، يبقى مع الملوك. يقف مع الملوك مش مع الرعاع.
يقصد بالرعاع الناس اللي الكسالى المهملين اللي ملهمش في العمل، المفتقرين بسبب الكسل والإهمال وعدم الفكر. عشان كده قال اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق. اجتهدوا يعني عايزة جهاد، يعني ليؤدي إلى الحياة. أرأيت رجلا مجتهدا في عمله أمام الملوك يقف ولا يقف أمام الرعاع. أختم عشان الوقت بقول القديس أنطونيوس الكبير، يقول: يا ابني فكر في أعمال الله ولا تكسل، لأن صلاة الكسلان كلام باطل. اجتهد أن تبتعد من الناس عادم الرأي. إذا صنعت أعمالا فاضلة فلا تفتخر وتقول إني صنعتها، لأنك إن ظننت أنك صنعتها فلست بحكيم. عار عليك أن تأمر غيرك بأوامر لم تصنعها في ذاتك، لأنك لا تنتفع بعمل غيرك. الرجل الحكيم يعرف طريق سلوكه فلا يبادر بالكلام، بل يتأمل ما يقول ويتضع. في أمثال 23 بقى ما يؤكد، يقول: الكسلان يكتسب الخرق. يعني ما يبقالوش هدوم، ما هيجيبها منين؟ كسلان. الكسلان يكتسب الخرق، عشان كده يضيع مقتنياته. إن شاء الله نستمر بنعمة ربنا في السلسلة دي، وهنحاول بقى نشوف الموضوعات، هنقسم السفر إلى موضوعات ونشوف كيف نسلك بفكر الله في سفر الأمثال. لإلهنا كل المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. تنبيه مستعجل: يوجد مريض بالعناية المركزة بمستشفى الجامعة يحتاج لمتبرعين بالدم. فلو حد عنده دم، أقصد يعني يحب يعني يتبرع بالدم يبقى كويس. في الاتصال بالتليفون مع أبونا بسنتي، اللي يحب يعني أبونا جاهز. شكرا.